أسوأ مسلسل مصري شفته في حياتي اكيد هيكون مسلسل سلسلة دم بطولة عبلة كامل ورياض الخولي. يا جدعان انا شفت مسلسلات كتير وقليل. أسوأ مسلسلات ممكن تلاقي فيها حاجة حلوة، تلاقي ممثل بيمثل كويس. مسلسل سلسلة دم ده يا جدعان بجد اللي هو انت وانت بتتفرج، يعني علشان ممكن تشوفه لطيف شويه لازم تكون عندك مثلا 70 سنه عشان تشوف المسلسل ده كويس في اي شيء. لكن بجد يا جدعان لو انت شاب كده زي حالاتي بتتفرج على المسلسل ده او شفته على ام بي سي مصر كده، كان بيتذاع كل شهر بطلوا يذاعوه يعني. المهم المسلسل تمثيله وحش، اللي هو مش وحش، بشع. يعني التمثيل وصل لمرحله البشاعه. الكتابه منيله، الانتاج معفن، الاخراج منيل، انت اللي هو كل حاجه يعني كله وحش. مفيش حد عمل حاجه حلوه. عبله كامل اللي بتظهر في اي حاجه عظيمه وحشه. يعني شوف استاذ رياض الخولي ده، يا لا وعلى الافوره ويا ناصر هكتلك ناصر واللهجه الصعيدي رايحه في 60 مصيبه، وده بيتكلم لهجه وده بيتكلم لهجه، وعبله كامل كل يعني النص بتاعها كله هملون الحالي. يعني هي بسم الله الرحمن الرحيم مش عارف ايه، هملون الحالي، عايزين نشرب شاي وهملون الحالي، عايزين ناكل وهملون الحالي، يا ولدي هملون الحالي بس. يعني انت فاهم. وكل الممثلين، في ممثلين اصلا ظهرت في المسلسل ده ما ظهرتش تاني، يعني ما تعرفش دول مثلا اللي هو قرايب الريجيسير، ابن خالة المخرج، ابن عمة المنتج، ما تفهمش مين الناس دي وفين ومين جم مسرح واخدينهم المسرح ايه انتوا ولا مكتب كاستنج ايه، ما تعرفش، اللي هو كان حاجه عبثيه جدا. لا وخد اجزاء بقى. المشكله ان ايه الصعايده اصلا احنا بنتفرج عشان بنتريق الناس بتتفرج في الصعيد عشان تتريق على المسلسل. المسلسل تعبان بس اللي هو ايه، ماشي هم شافوا المشاهدات كتير فيلا نعمل اجزاء وخلاص. فما انصحكش خالص تتفرج على المسلسل ده لو انت ما اتفرجتش، الا لو انت عاوز تجلد ذاتك وبس كده. لو عجبك الفيديو ما تنساش كومنت اذا كنت مختلف او متفق معايا في اي حاجه، وتابعني بنزل محتوى يوم عن التمثيل. ما تنساش اللايك